اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. حلقه قويه ان شاء الله، وصفات هتعجبكم، جربوها وتقولوا لنا عملت معاكم ايه، حلوه ولا مش حلوه. هبتدي اول وصفه بطاجن بطاطس صيامي. الفرق بس هو الصويا المعصجه. لو احنا يعني كمسلمين هنعمله هنحط لحمه مفرومه معصجه، لو هيتعمل صيامي هتحط بدل اللحمه المفرومه صويا معصجه اللي هي الصويا المجروشه. المقادير بتاعتي: كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه، 3/4 كوبايه شوفان، معلقه كبيره نشا، رشه بهارات، فلفل اسود، 3 معالق ميه سلق البطاطس، 3 معالق مايونيز صيامي. طبعا لو احنا كمسلمين هيبقى مايونيز عادي. دي مقادير البطاطس نفسها. الحشوه بتاعت البطاطس بقى ايه؟ هستعمل كوبايه صويا معصجه او كوبايه لحمه مفرومه معصجه اللي عايزاه، معلقتين كبار زبيب، قرن فلفل حراق، كوبايه فلفل الوان مكعبات، جزرتين مبشورين، نص كوبايه برغل منقوع ومتصفي، نص كوبايه سوداني مجروش، نص معلقه روزماري، معلقه اوريجانو، وعشان الوش بقسماط مطحون. هعيد المقادير بتاعتي من تاني. البطاطس نفسها عباره عن كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه، وزي ما اتفقنا ان احنا بنهرس البطاطس وهي سخنه عشان ما يبقاش فيها اي كلكعه او تمط معايا. 3/4 كوبايه شوفان، معلقه كبيره نشا، رشه بهارات، فلفل اسود، 3 معالق ميه سلق البطاطس من 3 ل 5 يعني زي ما هتحتاجي، 3 معالق مايونيز صيامي او مايونيز عادي. هستعمل للحشوه كوبايه صويا معصجه او كوبايه لحمه مفرومه معصجه، معلقتين كبار زبيب، قرن فلفل حراق، كوبايه فلفل الوان مكعبات، جزرتين مبشورين، نص كوبايه برغل منقوع ومتصفي، نص كوبايه سوداني مجروش، نص معلقه روزماري، ومعلقه اوريجانو، والوش بقسماط مطحون. اول حاجه هعمل ايه؟ ادي البطاطس عندي مسلوقه ومهروسه خلاص. هحط عليها بسم الله الرحمن الرحيم ميه سلق البطاطس، بتخليها لي هشه وطريه. النشا كمان بيخليها هشه ومقرمشه. معلقه النشا، وهحط الشوفان على البطاطس نفسها، وادي المايونيز. الطاجن بتاعي هدهنه كويس اللي انا هفرد فيه البطاطس. هحط رشه البهارات ما كترش، وهحط ملح وفلفل اسود. لو حسيت ان هي ناشفه ومحتاجه ميه تاني انا بحط ميه سلق البطاطس. خلاص هجيب بس معلقه جامده، هقلب المقادير دي كلها مع بعض عشان يبقى فيه طعم للبطاطس. المايونيز بيديها طعم حلو قوي لان هي لا فيها زبده ولا فيها لبن، فالمايونيز كافي ان يديها طعم كويس. الشوفان بقى مش عايزه اقول لكم القيمه الغذائيه بتاعته فظيعه. الشوفان الميزه بتاعته ان هو فيه الياف قابله للذوبان وغير قابله للذوبان. فايه الفرق بين دي وبين دي، او دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه؟ نضيفهم مع بعض تاني عشان بس يختلطوا كويس وتبقى البطاطس ناعمه، الطاجن ناعم ما تبقاش خشنه كده اهو. بعدين هجيب نص الكميه تحت الحشوه قبل ما افرده بسياح. هحط الطاسه بتاعتي على النار فيها شويه زيت. على ما يسخن الزيت هجيب ادهن الطاجن او البايركس اللي انا هعمل فيه البطاطس. يا شيماء ازيك يا ست آية؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ تمام الحمد لله، والله بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي ليا يا رب، تسلمي لي يا رب. عينيا ليكي. عايزه بس ربنا يخليك، عايزه طريقه جديده للفراخ. النهارده نعم النهارده عامله لكم طريقه جديده للفراخ، يعني مش عايزه اقول لك لسه احمد بيقول لي ريحتها فظيعه، هتعجبك ان شاء الله. وايه تاني عايزه؟
هي شيماء. تكلميني بعد الهوا. اكلمك؟ طب سيبي لي تليفونك في الكنترول بقى. ما تنسيش والنبي يا شيخ. عينيا ان شاء الله، باذن الله مش هنسى ان شاء الله. كده اهو. هاجي احط نص البطاطس طبقه رفيعه. احنا عايزين نحط بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الجزر. انا مش حاطه بصل لان فيه في الصويا اللي انا معصجاها جزر، سوري بصل اصلا. ادي الفلفل الملون، وادي فلفل حراق. هقلبهم شويه على النار. انا حاطه فيها سوداني لان فايده الشوفان بتكمل لما انا بزود معاه مركبات الفيتامين بي المركب، ودي موجوده في السوداني وفي اللوز وفي البطاطا، في حاجات كتير جدا. فالشوفان بيبقى مهدئ، والشوفان مش عايزه اقول لكم ان هو بيزود الكوليسترول الجيد اللي هو الاتش دي ال، وبيقلل الكوليسترول الضار. يعني ايه كوليسترول سيء وضار؟ في كده وفي كده في كده وفي كده. الكوليسترول الضار اللي هو ال دي ال ده بيترسب على جدران الشرايين بتاعتنا فبيسدها، مش في يوم وليله طبعا، بس على مدار الوقت. الكوليسترول الجيد ده بيعمل ايه؟ بيقلل الكوليسترول الضار وبيحاول يكحت الترسبات دي من على جدران الاوعيه. فدي احد فوائد الشوفان بصراحه. فالناس اللي عندها كوليسترول انصحها انها لازم تكتر منه. وبعدين حاجه تانية، ان هو بيخلي امتصاص النشويات النشا في الدم في الجسم بطيء، فبيقلل الارتفاع الحاد في مستوى السكر. لما يجي الواحد ياكل مستوى السكر بيعلى في الدم، فالشوفان بيخليه يعلى ببطء. فالناس اللي عندها سكر برضو بتستفيد جدا منه. ادي الصويا المعصجه او اللحمه المفرومه المعصجه، زي ما انت عايزه استعملي اللي انت عايزاه. روزماري نص معلقه، اوريجانو، وهحط الزبيب عشان عايزاه يفتح. هحط بقى ملح وفلفل على الخضار دي. ادي الفلفل وادي الملح. اخر حاجه بقى عندي هحط البرغل. ليه انا مستعمله البرغل؟ دي للناس الصايمه، انا قلت لكم قبل كده، علشان القيمه الغذائيه وعلشان جسمكم ما يفقدش اي عناصر محتاجها. لازم اخلط انواع من الحبوب في الاكله. فاحنا حاطين شوفان وحاطين برغل، خصوصا للاطفال الصغيرين او الشباب اللي في سن المراهقه. لازم يبقى الاكل متكامل. وبعدين البرغل هتلاقيه بيدي قرمشه حلوه مع السوداني. ادي كده الحشوه بتاعتي، فاضل بس السوداني هحطه بعد ما اشيلها من على النار. وهحط الحشوه دي على البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. كده زي ما قلنا القيمة الغذائية في الطبق ده عالية جدا. البطاطس بالراحة بفردها، وبعدين البقسماط بتاعي ببله بشوية زيت صغيرين واحطه على الوش. ليه الزيت؟ عشان يتحمر، لان هو البقسماط زي ما باجي اعمل مثلا كفتة في الفرن او بانيه في الفرن، لو انا ما دهنتوش زيت هلاقيه ما اتحمرش كويس، فلازم يدهن زيت. عشان كده البقسماط انا هوريكم هعمله ازاي عشان احطه على وشها. انا بس بوزع البطاطس الاول عشان افردها. نوزعها كده.
هجيب اللي في البايركس كله، وبعد كده اهو هبتدي افرد البطاطس اللي انا خلطاها بالشوفان مايونيز والنشا. النشا بيديها بتبقى هشه ومقرمشه، حتى في الكفته بحب النشا برضو في البطاطس. مدام عفاف، صباح الفل يا شفاء. صباح النور، ازي حضرتك؟ ازيك حبيبتي، منوره الدنيا كلها. بنورك يا قمر، علي صوتك يا ريت. تعيشي حبيبتي، تسلم ايدك وايدك يا قمر، وينور لك عينك يا حبيبتي، وخليكي يا لاولادك. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. عينيا ليكي على تعبك معانا بجد. تسلمي يا قمر، تسلمي. اتعبك بس هتعيدي لي معلش مقادير الاكله دي تاني. عينيا الاثنين، هعيد لك المقادير. حطيتيه مع البطاطس ولا مع الحشوه؟ افندم؟ الشوفان حطيتيه مع الحشوه ولا مع البطاطس؟ لا، الشوفان مع البطاطس نفسها. انا حطيت برغل مع الحشوه. هعيد لك المقادير تاني. الشوفان مع البطاطس. طب بعد اذنك بس عايزه تعديلي بسكوت بتاع امبارح، بسكوت اليانسون. بسكوت بتاع امبارح، عينيا الاثنين. يا رب يخليكي. من عينيا يا حبيبتي. اهو كده اهو. هاجي اعمل ايه بقى؟ هجيب شويه بقسماط وهحط معاه شويه زيت، كده اهو. لازم بايدي لان لازم هفتفته على الوش، مش هينفع بمعلقه، ولازم يتفتفت كده على الوش. شوفوا انا بليت البقسماط بشويه زيت وهحطه على وش البطاطس، لان انا لو حطيته من غير زيت او زبده او اي حاجه عمره ما هياخد وشها لون. فعشان يبقى شكل البطاطس شكلها حلو لازم نفتفت البقسماط كده بالزيت على الوش اهو. بحط كده وبعدين بدخلها الفرن لغايه لما تغلي كويس. وانس انها غليت كويس هشغل لها الشوايه بسيط، الا بقى لو انا لقيت ان لونها لما غليت لونها بقى حلو ومش محتاجه شوايه. ده طاجن البطاطس حلو قوي، مش عايزه اقول لكم طعمه مختلف عن اللي احنا متعودين عليه، هيعجبكم جدا. بندخله الفرن، فرن حامي، فرن على 200 لغايه لما يغلي الحراره بتاعته. لقيت وشه مش محتاج خلاص. بصوا ده شكله قبل ما احطه في الفرن. البقسماط بيغمق من الزيت من غير اصلا لسه الفرن. بعد كده هو لما بيغلي هتشوفوا شكله في الاخر بيطلع ازاي. هروح لفاصل دلوقتي وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، حطينا البطاطس في الفرن وهنعمل دلوقتي فراخ مشويه على شوايه البوتاجاز. ايه شوايه البوتاجاز؟ هنوري لكم دلوقتي الشوايه اللي هنشتغل بيها، اللي هي الشوايه او التوستر اللي بنستعمله على البوتاجاز. هقول بس انا الاول المقادير بتاعتي وبعد كده اهو هنشتغل على طول. هستعمل فرخه متوسطه مغسوله طبعا، بدعكها بملح وخل ودقيق وافتحها من ظهرها، اوكي، وبخليها تتصفى لغايه لما تنزل كل السوائل اللي فيها تماما. المقادير بتاعتي بقى غير الفرخه: بصله صغيره، حبايه طماطم كبيره، فصين توم كبار، 3 معالق خل، ده لكل فرخه المقادير دي. معلقه سكر، عصير ليمونه تانية كامله متقطعه رباع بقشرها، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره صلصه، معلقتين زيت زيتون، معلقه صغيره جنزبيل مطحون، حبايه فلفل اخضر حامي للي بيحب الشطه، وعود روزماري. واستعمل خضار مشكله للشوي تاني عشان هي المقادير كتيره شويه، بس مش عايزه اقول لكم ان هي في كل المشويات التتبيله دي تجنن. انا هستعمل فرخه متوسطه بدعكها بالخل والملح والدقيق وانضفها كويس جدا واصفيها من اي سوائل وافتحها من ظهرها وهقصها بعد كده بالمقص. هوريكم ازاي. المقادير بتاعت التتبيله بتاعت الفرخه دي عباره عن بصله صغيره، حبايه طماطم كبيره، فصين توم كبار، 3 معالق خل، معلقه سكر، عصير ليمونه وليمونه متقطعه رباع بالقشر، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره صلصه، معلقتين زيت زيتون، معلقه صغيره جنزبيل مطحون، حبايه فلفل اخضر حامي طبعا حسب الرغبه، وعود روزماري وخضار مشكله للشوي. عود روزماري اخضر اهو، الاخضر الفريش مش الروزماري الناشف. هنيجي نعمل ايه؟ اول حاجه هجيب ادي الشوايه اللي انا هستعملها النهارده، هشوي عليها الفراخ. الشوايه دي
انا هبطنها من تحت بفويل تحت السلك علشان الدهون بتاعت الفرخه ما تلزقش فيها، وافضل ادعك فيها لما يتهد حيلي عشان انضفها. بعدين هاجي هدهن الرف السلك بتاعها بالزيت عشان برضو الفراخ ما تلزقش فيها، علشان الفرخه ما تلزقش والجلد يتقطع. انا عايزه برضو يبقى شكلها حلو، فانا بسخن الشوايه قوي، بسخنها كويس جدا وبدهن. وبعدين هوريكم الدخان ده نتخلص منه ازاي كمان. بس ايه، ادي البطاطس طلعت. شايفين بقى البقسماط لما بيدهن بالزيت او يتخلط بالزيت بيبقى شكله حلو ازاي. هغطيها عشان تسخن كويس قوي واوريكم هنعمل ايه. هجيب التتبيله بتاعتي، ادي الليمون، الليمونه والبصله، طماطمايه، وادي الفلفله الحراقه. نجيب بس السباتشولا الصغيره علشان ننزل الحاجه، وادي الثوم، البهارات بتاعتي والجنزبيل، طماطم، صلصه يعني، وادي الاوريجانو او الزعتر، معلقه السكر، عصير الليمون والخل. هحط بقى ملح وفلفل، ملح وفلفل اسود، واضرب الحاجات دي كلها اخلطها تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. اضربها كويس جدا. بعدين هجيب الفرخه بتاعتي. يا مدام هيام. السلام عليكم يا قمر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ اهلا بيك يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. الحمد وحشاني لله. وحشاني وحشاني. الله يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. اهلا بيكي، ربنا يكرمك يا مدام آية. بشكرك قوي قوي على البطاطس الجديده دي. الله بصراحه يخليكي. يعني ما شفتهاش حد عملها. تسلمي لي يا رب. سلم ايدك يا مدام آية. وبعدين الشيفان حلو جدا ده. طبعا. يعني يفيد غضاريف الركبه، حلو جدا جدا. طبعا طبعا، انت ما شاء الله عليكي متابعه. سلم ايدك، سلم ايدك وايدك يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. ربنا يكرمك، الله يخليك يا مدام آية، تسلمي لي. يا ريت بردك بعد اذن حضرتك مقرمشات بردك بالشوفان وجنين القمح بين ايد حضرتك. عينيا عينيا الاثنين. تسلمي لي وتسلم عينيك يا حبيبتي، وربنا يديك الصحه. تسلمي يا رب. وسلم ايديك يا حبيبه قلبي. ميرسي يا روحي. شكرا لحضرتك، شكرا. شويه الميه في الشوايه مش هتخلي الدخان يطلع، بصوا اهي، وهتخلي الفراخ تستوي اسرع. انا لسه ما حطيتش فرخه، انا بسخن الشوايه قوي. خلاص هاجي دلوقتي الالارم يقول لنا الدخان، ربنا يستر. ادي التتبيله بتاعتي. طبعا انا لو نقعت الفرخه فيها من قبلها بيوم هيبقى احسن كتير. فاضل هنا بس زيت الزيتون هنحطه عليها، معلقتين زيت. الفرخه طبعا لو اتنقعت فيها من قبلها بيوم هتبقى افضل كتير، بس علشان الوقت مفيش عندنا وقت. مش عايزه اقول لكم التتبيله دي فظيعه وبتخلي ريحه وطعم الفراخ تحفه. هاجي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الحته اللي عند الجلد دي هحطها تحت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي الجلد لتحت لغايه ما ياخد علامات الشوي بس. ادي الجلد لتحت اهو كده اهو، واروح قافله عليها لغايه ما تاخد علامات الشوي. وهوريكم هنعمل ايه. دي هنجيب بقى الخضار. انا هستعمل هنا فلفل حراق وطماطم وبصل وجزر وعودين روزماري اللي انا هشويهم مع الفراخ. هحطهم في بقيه التتبيله لغايه الدقايق اللي هي الفراخ هتاخدها علشان علامات الشوي، واخلطهم بالتتبيله كويس جدا. طبعا انا عشان الوقت
ممكن اطلع فاصل يا محمود لغايه علامات ما نرجع يبقى علامات الشوي بانت على الفراخ عشان اوريكم هنعمل ايه بعد كده. خلاص. انا دلوقتي عملت ايه؟ حطيت الفرخه بعد ما تبلتها كويس الجلد لتحت وقفلت عليها وحطيت مكانها في التتبيله الخضار اللي انا هشويها معاها. هروح لفاصل وارجع بعد الفاصل، استنونا. رجعنا من جديد. يبقى احنا حطينا الفراخ بعد ما تبلناها حطيناها الجلد لتحت. كان شريف بيسالني قبل الحلقه في الفاصل الجلد لتحت الاول. الجلد لتحت الاول ليه؟ لان انا لو حطيتها في الاول على وشها وجيت في الاخر حطيتها على الجلد هيتقطع معايا. لا انا عايزه احتفظ بشكلها يبقى حلو. فانا اهو بقلبها على الناحيه التانيه. طبعا لو معايا وقت اكتر هتاخد علامات اكتر للشوي، بس علشان الوقت معايا مش كتير فانا هكتفي بكده. انا بخليها لغايه ما تتحمر كويس وبعد كده بقلبها. وبعدين بعمل ايه؟ بروح حاطه شويه ميه. الميه دي كل ما تخلص ارجعها تاني علشان الدخان ما يبقاش كتير. واجي الخضار اللي بالتتبيله دي اروح حطاها معاها. على الشوايه كده اهو علشان تتشوي معاها. الخضار برضو اخدت من التتبيله هقول حوالي ربع ساعه كده، وبحط بقيه التتبيله عليها. اهي شمين ريحتها هنا اهو فظيعه. وبقفل عليها واوطي عليها النار واسيبها تستوي. بوطي عليها النار. خدوا بالكم لازم النار تبقى واطيه علشان الفراخ ما تنشفش او من بره تتحمر ومن جوه تبقى نيه. لازم النار تبقى واطيه. خلاص هنوطي بقى النار عليها ونسيبها براحتها تستوي. هتاخد لها ساعه الا ربع تقريبا. هنعمل دلوقتي الحلو بتاع النهارده، بس انا عايزه اوريكم طاجن البطاطس الاول اللي احنا عاملينه. بعد كده هنقول مقادير. هنعمل ميني تشيز كيك بالشوكولاته النهارده اهو. ادي الطبق بتاع الطاجن بتاع البطاطس قطعنا منه حته. شوفوا الالوان اللي فيه والحشوه اللي فيه تحفه. هنعمل قوالب تشيز كيك صغننه. ما عنديش الصينيه بتاعت القوالب دي مش مشكله، انا ممكن استعمل القالب الكبير بس اصغر حجم فيهم. يعني المقدار ده هيعمل لي اصغر حجم مش مشكله. المقادير بتاعتي هستعمل 12 بسكوتايه بالشوكولاته. البسكوت اللي هو بالشوكولاته المحشي كريمه اهو. بشيل الكريمه منه واخد البسكوت لوحده. هستعمل 12 واحده. هستعمل 50 جرام زبده، تلت كوبايه لبن. مش هستعملها كلها اللبن، هبتدي احطه شويه شويه علشان ما يبقاش البسكوت معايا طري. فخدي بالك اللبن يتحط بتدريجيا. ومعلقه كبيره كاكاو خام. يبقى 12 حته بسكوت بالشوكولاته، 50 جرام زبده، تلت كوبايه لبن هستعملها بالتدريج، ومعلقه كبيره كاكاو خام. طبقه التشيز نفسها عباره عن علبه زبادي صغيره هقيس بيها نصها لبن بودره. يبقى نص علبه الزبادي لبن بودره، ونص علبه الزبادي او اكتر شويه سكر. هم كاتبين لبن بودره وسكر بس هي مش كده. علبه الزبادي خلاص هشيل منها الزبادي وهقيس بيها نصها لبن بودره. بعد كده هحط نصها او تلتينها حسب انتوا بتحبوا السكر وسكر، وثلاث معالق كريم تشيز اللي هي الجبنه الكريمي، وكيس فانيليا. دي الطبقه الوسطانيه بتاعه التشيز. الطبقه الفوقانيه بقى 100 جرام شوكولاته مبشوره او اي شوكولاته من الشوكولاتات اللي بيشتروها الولاد، 100 جرام منها مع الكريمه اللي جوه البسكوت. انا شلت الكريمه اللي جوه البسكوت اهي. دي الكريمه اهي، دي الكريمه اللي جوه البسكوت شلتها منه. دي اللي انا هخلطها في الاخر مع الشوكولاته اللي هحطها على وش التشيز كيك. هزوق بقى بفراوله وبورق نعناع. خلاص هقول تاني المقادير بسرعه. 12 قطعه بسكوت شوكولاته، 50 جرام زبده، معلقه كبيره كاكاو خام، وتلت كوبايه لبن هاخدهم بالتدريج. طبقه التشيز علبه زبادي صغيره، نصها لبن بودره ونصها سكر، من نصها لتلات ارباعها سكر حسب السكر بتحبوه ازاي. 3 معالق كريم تشيز وكيس فانيليا. الطبقه الاخرانيه 100 جرام شوكولاته مبشوره والكريمه اللي جوه البسكوت. هاجي اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا عايزه بس قبل ما ابتدي اوريكم الشوايه لما بتخلص بيبقى شكلها ازاي عشان نغرفها اهي.
ادي بسم الله الرحمن الرحيم. دي الفراخ بالخضار بعد ما بتستوي معايا اهي بتتشوي. طبعا انا زي ما قلت لكم بدهن السلكه زيت عشان ما تلزقش فيها، وببطن الشوايه نفسها بورق فويل علشان الدهون ما تلزقش برده في الشوايه، واقعد ادعك بيها في السلك لغايه لما تقطع نفس الواحد. فيعني نحاول نختصر المجهود بس. خلاص ده شكل الفراخ. احنا هنغرفها في طبق يا احمد لو سمحت اهي. ميرسي. واجي ابتدي اشتغل في التشيز كيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط البسكوت مع الكاكاو مع الزبده، زي ما قلنا شويه من اللبن مش كتير علشان ما الاقيش ان البسكوت بقى طري اتفتفت معايا. انا عايزاه زي العجينه اهو، علشان هكسره كده علشان يمشي معايا بسرعه وما ياخدش وقت. ايوه اهو. هجيب بقى اللي على الجوانب علشان كله اهو. شايفين الزبده طريت مع اللبن. ممكن احط شويه لبن تانيين شويه صغيرين، وايه اكمل خلط البسكوت. بس اخد اللي على الجوانب عشان كله يتخلط في بعضه. انت ممكن تجيب لي الكبيره يا احمد عشان دي مش هصدق معايا اهي. بصوا هي بس عايزه هنجرب بقى نحط واحده شويه لبن تانيين، واخر مره نعملها اهي اتخلطت معايا. هاجي اعمل ايه بمعلقه صغيره بقى. هجيب قوالب الميني تشيز كيك واجيب من العجينه دي وابتدي احط جواها وابتدي ارفع الجوانب بتاعه البسكوت. يعني هحطه كده اهو وارفع الجوانب بتاعته. يا سماح. ايوه حبيبتي ازيك؟ عامله ايه؟ كنت عايزه اعرف الشوايه دي حضرتك جايباها منين؟ افندم؟ عايزه اعرف الشوايه دي مكانها فين؟ بكل محلات الادوات المنزليه. الشوايه دي الادوات مش بس للفراخ وللشوي، بنقمر فيها العيش. يعني لو حطيتش العيش البلدي فيها او التوست او اي عيش بتقمر فيها حلو جدا. وبنحط فيها سندوتشات كمان بتسيح الجبنه جواها. في كل محلات الادوات المنزليه وسعرها رخيص. يعني هي بحوالي 120 جنيه ما تزيدش عن كده، 100 120. في اي محل ادوات منزليه هتلاقيها موجوده. ادي هي اسهل كتير طبعا من شوايه الكهرباء، وارخص طبعا. كده اهو حطينا البسكوت. ميرسي يا احمد. هنحط واحده ثالثه. حاضر هحط الثالثه وهعمل الحشوه بتاعتي. ادي انا الطبقه الثالثه هحطها على النار عشان تلحق تسيح الشوكولاته. ال 100 جرام شوكولاته مبشوره. خلاص يبقى احنا كده بطلنا القوالب بالبسكوت. هاجي اعمل ايه؟
همسح ايدي بس. هاجي هحط كل بسم الله الرحمن الرحيم الطبقه بتاعت التشيز بقى في الخلاط عشان اخلطهم. ادي الكريم تشيز والزبادي، لبن البودره نص كوبايه، نص كوبايه الزبادي، وادي نص كوبايه الزبادي السكر، وادي الفانيليا. واروح حطاهم عشان يتخلطوا. كده اهو. ومعلقه هاجي اعبي القوالب دي بخليط التشيز، وبعد كده اهو هدخلها الفرن 3 دقايق من فوق و3 دقايق من تحت، مش اكتر، لغايه بس ما احس ان هو جمد معايا، او اشغل عليها 5 دقايق من فوق وتحت. مجرد ان الخليط يجمد معايا كده اهو. بس اجيب كلينكس علشان الحاجات اللي بتبقى على الصلصه دي بتتحرق وبتدي دخان مش كويس. كده اهو. بروح مدخلاها الفرن زي ما قلت لكم 3 دقايق من تحت و3 دقايق من فوق، او 5 دقايق من فوق وتحت، وبعدين بطلعها اخليها تهدى. والشوكولاته اهي ساحت، ال 100 جرام شوكولاته. بصوا هاجي احط عليها بقى ايه الكريمه اللي انا طلعتها من البسكوت قبل ما اطحنه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. اسيحها معاها اهي، الكريمه مع الشوكولاته يسيحوا مع بعض. ممكن نروح لفاصل على فكره على ما ندخل التشيز الكيك الفرن ونطلعها. ادي شايفين اهي ساحت مع بعضها. هي دي بقى اللي انا هحطها على الوش قبل ما ازوق بالفراوله او التوت او اي فاكهه انتوا عايزينها. دلوقتي هروح لفاصل هدخل فيه التشيز كيك الفرن وارجع لكم بعد الفاصل على طول. الثلاجه بتبقى بالشكل ده بعد ما تتزوق. انا هوريكم هنعملها ازاي. بص ادي دي قوالب التشيز كيك بعد ما بطلعها من الفرن احطها شويه في الثلاجه. الشوكولاته بسيحها بسم الله الرحمن الرحيم وبحطها في النص كده، عاملاها بيها كده اهو. الصوص لو حسيتي ان انت عايزاه سايل شويه ممكن تزودي له معلقتين كريمه، مش مشكله. يعني لو انت حاسه ان الكريمه بتاعت البسكوت مش كافيه. بعدين هنعمل ايه؟ هجيب ورق نعناع، والنعناع دلوقتي ورقه تحفه يعني احنا في الربيع، وهحط ورقتين كده على الجنب في الشوكولاته، وبعدين نص فراولايه. طبعا نص فراولايه ان القالب بتاع الكب كيك بتاع التشيز كيك صغير، فمش هيستحمل فراولايه بحالها، فاختاري الفراوله الصغيره ونص واحده. وادي الورقتين تغرزيهم في الشوكولاته، وبعدين هتجيبي نص الفراولايه يتحط عليهم بحيث يبقى كلهم بصوا بالشكل ده. شايفين اهي احنا عملناهم في الفاصل. هطلعهم لك قدامي يا محمود. اوكي اهو اهو. على ما انا اكمل دول الورقتين على جنب فوق بعض كراس كده فوق بعض. يا ساميه ايوه ازيك يا مدام ايه؟ ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الله يخليكي يا حبيبتي، تسلم ايديكي على الحاجات اللي بتعملها لنا. وايديكي يا قمر تسلمي لي. خصوصا الرئيس التقليديه عملتها وطلعت حلوه قوي. ايه اللي عملتيه؟ القريش التقليديه طلعت حلوه قوي عملتها. بالهنا والشفا. بالهنا والشفا حبيبتي. كنت اتصلت بحضرتك امبارح علشان الكوك بتاع الكروكون والحلقه خلصت. نسيت اقولها لك. لا معلش يا ريت يا ريت يا جماعه كنترول فكروني. انا خلاص انا خلصت ده. هقول دلوقتي الحاجات اللي طلبت مني. عينيا الاثنين عينيا الاثنين. كويس ان انت اتكلمتي تاني. ما قالوها ليش امبارح. ماشي يا محمد. ادي اخر واحده. الكروكون بصي انت بتعملي ايه؟ بتجيبي كوبايه لوز او كوبايه سوداني
مش محمص، ني بس يبقى متقشر. السوداني طبعا انا هشيل دي كمان احطها هنا جنبها اهو. دول ميني تشيز كيك بالفراوله، وزي ما قلنا لو ما عندناش القالب بتاع التشيز كيك الصغننه دي احنا ممكن نعمله في القالب الكبير اصغر مقاس. مش لازم بقى لو في القالب الكبير ترفعي الجناب كده اهو، اعمليه المفروض بس البسكوت تحت، هو بس عشان بيبقى عامل زي كانها كوبايه يعني. التشيز كيك بتبقى حلوه كده اهو، بيبقى شكلها حلو قوي في التقديم وطعمها حلو قوي. ده ببسكوت شوكولاته استعملناه. الكروكون بتعملي ايه؟ الكروكون بتجيبي طاسه ما تكونش بتلزق، يعني تيفال، سيراميك، جرانيت، اي حاجه ما تكونش بتلزق، وهتحطي فيها كوبايه سكر او كوبايه ونص سكر لكل كوبايه لوز او سوداني، خلاص مش محمص، يكون ني. وتفضلي تقلبي فيهم لغايه لما تلاقي ان السكر داب. هو هيخرز شويه معاكي في الاول بس ما تقلقيش، هيدوب معاكي بعد كده اهو ويبقى لونه ذهبي. هتكوني دهنه صينيه زيت، لازم تدهنيها طبقه من الزيت، تكوني دهناها وحطها جنبك. اول ما تحسي ان لون الكروكون خلاص ده اللون اللي انت عايزاه، تصبي اللوز او السوداني بالسكر في الصينيه دي وتفرديه كويس وهو سخن قبل ما يجمد، لان وانس ان هو بارد هيجمد معاكي مش هيتفرد. تفردي في الصينيه كويس جدا، وبعد كده اهو تسيبيه يبرد ويجمد تماما. خلاص هتجيبي الصينيه دي مش هيطلع معاكي منها، هتحطيها يا دوبك على النار ثانيه واحده. يعني مثلا انا هوريكي حاجه، ادي مثلا دي الصينيه، يا ريت تجيبني في الكادر يا محمود. ادي الصينيه اللي انا فارده فيها اللوز والكروكون او السوداني والكروكون. هروح ممشيها على النار كده بسرعه، خلاص، وبالطرف صباعي او بالشوكه او بالسكينه هخلع طرف الكروكون، هلاقيه واقف معايا زي القرص، هيطلع من الصينيه لان الصينيه مدهونه زيت كويس. خلاص يبقى على النار بعد ما انا دهنتها زيت وفردت الكروكون فيها وجمد، امشيها على النار على اللهب بتاع النار، وبالسكينه اروح شايله الطرف بتاع الكروكون، هيطلع معايا زي القرص، هتلاقيه زي القرص عامل كده اهو. هتكسريه تحطيه في كيس وتدقيه بالهون او تحطيه في الكبه وتكسريه. دي اسهل طريقه تطلعي فيها، لان انت لو ما دهنتيش الصينيه هيلزق معاكي في الصينيه. لو الطاسه بتلزق يعني طاسه الومنيوم، طاسه ستانلس، هيلزق معاكي الكروكون في الطاسه فمش هتعرفي تتصرفي وهيترمي في الاخر، فحرام. فخدي بالك من النقطه دي، انها تكون طاسه ما بتلزقش، وانك تدهني كويس جدا الصينيه اللي هتطلعي منها الكروكون علشان لما تمشيه على النار يطلع معاكي بكل سهوله. الطلب مننا كمان البسكوت اليانسون الصيامي بتاع امبارح. المقادير بتاعتي 200 مللي عصير تفاح او اي عصير طعمه مش لاذع، طعمه مش واضح، يعني ما استعملش برتقال، استعمل عصير اللي هو المايل يعني طعمه بسيط. و200 مللي ميه بخلطهم مع بعض وبحط عليهم 125 جرام زيت، 240 جرام سكر، وبضربهم كويس جدا في الخلاط يمتزجوا والسكر يدوب. هروح محطه لهم 10 جرام بيكنج باودر يعني معلقه كبيره، وهحط معاها 350 جرام دقيق ومعلقتين كبار ينسون محمص. هقلبهم كويس جدا وافردهم في صينيه تكون مفروشه بورق زبده او ورق شمع عشان يطلع معايا بسهوله، وادخلها الفرن على 180. بعد كده اهو لما احس ان وشها ابتدى ياخد لون هطلع الصينيه من الفرن واقلب البسكوت اليانسون واقطعها المستطيلات اللي انا عايزاها، ارجعها تاني الفرن لغايه لما لونها الناحيه التانيه ياخد اللون الذهبي الحلو. بعد كده اهو هطفي الفرن، ركزي معايا، وارجع البسكوت تاني اخليه في الفرن لينشف. ليه؟ لان البسكوت ده ما فيهوش بيض، فلو انا ما عملتش كده هلاقيه عامل معايا زي الاسبونج زي الكيكه مش ناشف. انا عشان انشف البسكوت هعمل ايه؟ بطفي الفرن خالص واخلي البسكوت جوه الفرن شويه، هلاقيه نشف معايا وبقى هش ومقرمش زي البسكوت اليانسون العادي خالص اللي هو بالبيض. خلاص عملنا ايه النهارده؟ عملنا فراخ على شوايه البوتاجاز. عملناها ازاي؟ جبنا فرخه غسلناها بملح وفلفل ودقيق وخل، دعكناها كويس جدا، وبعد كده اهو قطعناها، قصيتها 4، ابتديت من الظهر وقصيتها 4 اجزاء. تبلتها بقى في ايه؟ بصله صغيره، حبايه طماطم كبيره، فصين توم، 3 معالق خل، معلقه كبيره سكر، عصير ليمونه وليمونه متقطعه رباع بقشرها، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره بهارات، معلقه صغيره زعتر، معلقه صغيره صلصه، معلقتين زيت زيتون، معلقه صغيره جنزبيل مطحون، وحبايه فلفل اخضر حامي وعود روزميري. ضربتهم كويس قوي في الكبه لغايه ما بقى زي السايل عندي، نقعت فيهم الفراخ. طبعا لو قبلها بليله هيبقى احلى كتير.
بعد كده اهو الفراخ بروح حطاها على الشوايه دي بكون دهنه السلك بتاعها زيت عشان ما يلزقش معايا، احطها الجلد لتحت علشان بعد كده احتفظ بشكل الجلد ما يتقطعش معايا، واسيبها في الشوايه لغايه لما تاخد الخطوط بتاعه الشوي، اروح قلبها حاطه ميه تحتها علشان تستوي، وحاطه عليها الخضار اللي بالتتبيله. انا بعد ما شلت الفراخ رجعت الخضار كله في التتبيله، هحطها على وش الفراخ واغطيها واوطي عليها النار ساعه الا ربع تستوي الفراخ، وهتدوقوا احلى فراخ مشويه ان شاء الله. عملنا ايه تاني النهارده؟ عملنا ميني تشيز كيك بالشوكولاته. بجيب بسكوت الشوكولاته اللي هو جواه كريمه بيضه، بشيل الكريمه دي، بجيب 12 حبايه بسكوت بضربهم في الخلاط مع 50 جرام زبده ومعلقه كبيره كاكاو وشويه لبن، تلت كوبايه لبن، هاخد قد ايه ما البسكوت ياخد معايا، وبعد كده هحطهم في القالب الصغير بتاع التشيز كيك وارفع الجناب لفوق. عشان اعمل طبقه التشيز الجوانيه بضرب علبه زبادي صغيره مع نص حجم العلبه دي لبن بودره، ونص حجم العلبه سكر، وثلاث معالق كريم تشيز اللي هي الجبنه الكريمي، وشويه فانيليا، اضربهم واحطهم في وسط البسكوت اللي انا رفعت الجوانب بتاعته، وادخل القوالب دي الفرن 5 دقايق 6 دقايق من فوق ومن تحت علشان يجمد. مجرد ان حسيت انه جمد بطلعها احطها في الثلاجه، وبسيح لها 100 جرام شوكولاته مبشوره مع الكريمه اللي انا طلعتها من جوه البسكوت. ممكن تزودي معلقتين كريمه او معلقتين لبن معاها زي ما تحبي، وبعد كده بحطها على الوش، بغطي بيها الكريم تشيز وبزوقها. انا مزوقاها بفراوله ونعناع. شايفين شكلها بيبقى شكلها حلو ازاي؟ احنا يا ريت نجيبها يا محمود من فوق عشان يشوفوها من فوق. وعملنا ايه تاني النهارده؟ عملنا طاجن البطاطس الصيام اهو، شايفين شكلها حلو ازاي؟ مزرعه زي الجنينه. هنعمل طاجن بطاطس صيام. كيلو بطاطس مسلوقه ومهروسه، هخلطها ب3/4 كوبايه شوفان، الشوفان مع البطاطس مش في الحشوه، خلاص. معلقه كبيره نشا، النشا بيخليها هشه ومقرمشه، رشه بهارات، فلفل اسود، 3 معالق ميه سلق البطاطس او اكتر حسب ما انت محتاجه، حسب البطاطس محتاجه ميه، وهحط معاها 3 معالق كبيره مايونيز صيامي. خلاص بخلطهم واحط نص الحشوه دي تحت، احط نص البطاطس تحت، وبعد كده بعمل لها الحشوه بحط على النار جزرتين مبشورين مع كوبايه فلفل الوان، قرن فلفل حراق، وبقلبهم على النار مع نص معلقه روزماري ومعلقه اوريجانو. بزود لهم كوبايه صويا معصجه او لحمه مفرومه معصجه زي ما انت عايزه، معلقتين زبيب، ونص كوبايه سوداني مجروش، وبحشي بيها البطاطس وارجع بقيه البطاطس على الوش. بعد كده على وشها بحط بقسماط مطحون بدعكه بشويه زيت علشان يديني لون، وبدخلها الفرن علشان تاخد لون حلو. وادي الحشوه بتاعتها، شايفين الالوان بتاعتها. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم وتكون الوصفات عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقات جديده. اشوفكم على خير.